السلام عليكم، أهلا بكم في قناة فن الكروشيه. النهارده إن شاء الله هنعمل مع بعض التوكة اللي انتوا شايفينها دي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ توكة شكلها شيك جدا على شكل فراشات زي ما انتوا شايفين كده، وعملتها بالشكل ده اهو. عملت فيها ايه؟ زي سلسلة كده، وبعدين لزقت فيها الفراشات زي ما انتوا شايفين. دي توكة بتشتريها عادي خالص اهو، وبتعمليها ولزقتها بقى على الفراشة بالشكل ده، والسلسلة كده ثبتها من هنا وعملتها بالشكل ده. تقدري تعمليها او تقدري الفراشات دي تزيني بيها اي شغل موجود عندك، وممكن تقدري تعمليها مثلا هدية لحد لو انت حابة تعمليها، او تعمليها كمشروع ليكي وتبيعي منها. شكلها شيك قوي في اللبس وفي شعر الاطفال، بيبقى شكلها جميل قوي زي ما انتم شايفين كده. شكلها عامل ازاي؟ هنشوف بقى هنعملها مع بعض النهارده ازاي. اول حاجه الابره اللي انا استخدمتها، استخدمت ابره مقاس 3، استخدمت ابره مقاس صغير عشان خاطر اعمل بيها الفراشه، عشان تطلع الشكل زي ما انتم شايفين كده. والخيوط طبعا اللي متوفره عندك، اي خيوط متوفره عندك حابه ان انت تعملي بيها يعني بواقي عندك خيوط زي كده، ده كده كان باقي عندي فعملت بيها مع اي لون بقى تاني زي ما انت حابه، يعني الالوان على حسب بقى اللي انت حباه. نبدا بقى اول حاجه نعملها الفراشه، نشوف هنعملها ازاي. هنعمل دايره كده، عقده البدايه بالشكل ده كده اهو، وهندخل فيها زي ما انتم شايفين، نسحب خيط ونقفلها بالشكل ده كده. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ دايره سحريه بالشكل ده كده وقفلناها كده. هنعمل بقى 8 سلاسل. 1 2 3 4 8. عملنا كده كام؟ 8 سلاسل. هنقلب بقى السلاسل بالشكل ده كده، وهنشتغل في العقدة اللي احنا ايه عارفينها، اللي هي بتاعة السلاسل زي ما انتم شايفين كده. يعني احنا مش هنشتغل على السلسلة هنا، هنشتغل على نقلب السلسلة ونشتغل على الكيرف اللي فيها اللي هو من ورا ده كده زي ما انتم شايفين الغرز دي. اول سلسلة بنسيبها ندخل على اللي بعديها، نسحب خيط زي ما انتم شايفين، وندخل في الغرز اللي عندنا كلها، نسحب خيط ويفضل معانا ايه، ما بنخرجش منه، بيفضل معانا على السلسلة اهو. ادخل اسحب خيط كده في كل الغرز ويفضل معايا ايه كلها. هتتكون عندي 8 غرز اهو. دول كده كام؟ 1 2 3 4 5 6 7. والتامنة بقى هنعملها فين؟ هناخدها ازاي؟ من هنا، من الدايرة. شايفين الدايرة بتاعتنا السحرية اللي احنا كنا عاملينها؟ هندخل فيها بالشكل ده كده ونسحب خيط. يبقى كده بقى معايا كام؟ 8 سلاسل على الإبرة زي ما انتوا شايفين كده. هخرج من حلقتين، هخرج من حلقتين في حلقتين بالشكل ده كده اهو. 2، واخرج من 2، واخرج من 2 و2 وكمان 2، واخر حاجة 2 التانيين زي ما انتوا شايفين كده. يبقى انا بعمل دايره سحريه وبشتغل فيها 8 سلاسل، وبقلب السلسله وابدا ان انا اشتغل فيها في الكيرف بتاع السلسله. وزي ما انتوا شايفين عملت كده كام؟ 8 وعلى الابره، وبعدين خرجتهم حلقتين في حلقتين. هدخل بقى، شايفين بقى الغرزه دي كده اهي طبعا واضحه معايا اهو. دي كده هدخل فيها اسحب خيط برضو زي ما عملت في التانية كده. معايا 2، وفي دي برضو كده، دي كده يبقى 3 3. دول كده 4 5. طبعا انا هقلل كده، هيقلل معايا في عدد السلاسل، لان احنا بنسيب اول غرزه ما بنعملش فيها في كل الادوار بتاعتنا. بنسيب اول غرزه ما بنسحبهاش، ما بنسحبش فيها. شايفين انا سايباها اهو. اول غرزه دي كده مش بنسحب منها السلسله زي ما انتم شايفين. 1 2 3 4 5 6. وهدخل في الدايره يبقى كده 7. انا اول دور عملته 8، بعد كده نقصت بقى 7، وهفضل بقى ايه انقص كده، واخرج من 2 في 2 في 2 زي ما انتوا شايفين كده اهو. بدأت ايه تقل معايا. هرجع تاني اول بقى واحدة ما بنعملش فيها اللي هي دي، بندخل على دي كده نسحب خيط. معايا 2 3 4. دول كده كام؟ 4. احنا كنا عملنا 8 وبعدين قللناهم 7، دول كده هيبقوا 6 اهو. يبقى بخرج 1 2 3 4، بيبقوا كام؟ 5. انا خدت 6 على الابره، ولما بخرج منهم بيبقوا 5. هما بيبقوا كده
زي ما انتوا شايفين كده بدأت تقل معايا زي ما انتوا شايفين كده. انا كده خلاص عملت 3 ادوار، هكتفي كده بال3 ادوار دول. زي ما انتوا شايفين الفراشه اللي انا عاملاها شايفينها عامله ازاي. هي 3 ادوار، 1 2 3. والدور الرابع بروح عاملاه بقى غرز منزلقه. ولو انت حابه تعملي برضو 4 ادوار مفيش مشكله. انا ممكن اعملها لكم 4 علشان خاطر ايه تبقى واضحه معاكم. اهو هدخل بقى في دي كده اعمل ايه، اسحب خيط تاني، اعمل كمان دور كمان اخليها 4. 1 بكده 2 3 4 والخمسة. الدور اللي قبليه كان 6 سلاسل على الإبرة، دي كده معايا 5. لما أخرج منهم هيبقوا 4. يبقى بخرج من 2 في 2 في 2 وآخر 2. وبعد ما بخلص الدور ده بقى كده بعمل غرز منزلقة. آخر دور بعمله بيبقى منزلقة في كل الفراشة اللي عندي، بعملها كلها بالشكل ده كده. يبقى هعمل 1 منزلقة، 2، هعمل بقى ال4 اللي عندي آخر 4 هعمل فيهم منزلق 3، والرابعة بعملها في الدايرة بالشكل ده كده. كده أنا خلاص خلصت بقى إيه أول جزء من الفراشة اللي هو الجزء بتاعها الكبير. هعمل بقى الجزء الصغير اللي هو اللي تحت ده كده اللي انتوا شايفينه اهو. هعمل بقى الاتنين الصغيرين دول، وهو ان انا بعملهم 4 سلاسل بس. برتفع 4، 1 2 3 4. بقلب برضو السلسلة بالشكل ده كده وبدخل فيها اسحب خيط معايا 1 2 3 4 5 في الدايرة. وبعدين بخرج من 2 2 2 2. وبرجع الصغيرة ديت بعملها دورين بس اهو. ده كده 3. بدخل دي كده معايا في الدايرة السحرية يبقى معايا كام 4. بخرج من 2 في 2 في 2 زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين برجع تاني اعمل منزلقة برضو في نفس المكان اللي انا بعمل فيه اهو. 1 بعمل 3 اخر دور بعمله برضو زي ما هو نفس العدد منزلقة اهو. وفي الدايرة السحرية بعمل برضو منزلقة. دي كده ايه الجزء الصغير بقى اللي تحت من الفراش. بعمل بقى كمان برضو واحدة صغيرة قصادها الجنب دوت. وبعدين برجع اعمل بقى الكبيرة جنب دي. فبعمل 1 2 3 4 وبشتغل برضو بنفس الطريقة. بعمل دورين والدور الاخير بعمله منزلقة. بلف الشغل كده اهو زي ما انتم شايفين. وبدخل في دي اخد اسحب خيط بالشكل ده اهو. وفي الدايرة باخد ال5. شايفين كده معايا كام 5. بخرج من 2 في 2 اهو. وبعمل كمان دور. هما كانوا 5 هيبقوا معايا 4. هيبقى معايا على الإبرة 4 غرز اهو. دول 3 في الدايرة هتبقى الرابعة. وبخرج منها برضو 2 في 2 في 2. وبعدين بعمل منزلقة اهو. 1 2 وهنا كده 3. شايفين كده بشد بقى الخيط معايا بالشكل ده كده اهو. بدأت تبان معايا زي ما انتوا شايفين. هعمل بقى الكبيرة قصاد دي كده. يبقى انا بعمل الكبيرة ديت بعملها 4 ادوار. انا كنت اعملها 3 بس حبيت اعملها لكم 4 عشان خاطر تبقى باينة وتكون كبيرة. بعملها 4 ادوار زي ما انتوا شايفين. وبعمل الدور الاخير منزلقة. وهنا بعمل 2 ودور منزلقة اهو. 2 دورين ودور منزلقة. هعمل بقى الجزء الاخير ده زي ما ارتفعنا هنا برضو 8 سلاسل. هنعمل هنا برضو 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. هنلف الشغل كده اهو. ونشتغل في الظهر بتاع السلسلة. ندخل كده اول سلسلة بنسيبها بندخل على اللي بعديها بنسحب خيط كده اهو. بيبقوا معانا كام على الابرة 8. بس وسعي بس ايدك شوية في السلسلة عشان خاطر ما تبقاش ضيقة معاكي وتضايق اهو.
دول كده كام؟ 1 2 3 4 5 6 7. في الدايرة السحرية زي ما انتوا شايفين بسحب خيط بقى معايا 8، بخرج من 2 في 2 في 2 وبفضل كده. كده انا خرجت من التلاتة، لا من 2 بس. كده هنكمل بقى زي ما انتوا شايفين في الجزء ده كده اهو. للغرزة زي ما انتوا شايفينها هتبقى واضحة طبعا قدامك اكتر اهي. بنسيب اول بقى واحدة زي ما احنا قلنا وبنقلل بقى 8 بيبقوا 7، بيبقوا 7 على الإبرة اهو. بدخل كده اسحب خيط واعد معايا عشان خاطر ايه، اتأكد ان هما هيبقوا 7. دول كده 6، هدخل بقى في الدايرة السحرية بتاعتي يبقوا كده 7. بقلل بقى عشان خاطر ايه، اعمل توصل معايا للشكل اللي انتوا شايفينه ده. نخرج من 2 2 في 2 اهو. هكمل بقى كمان دورين، ادخل فيها كده اسحب خيط. ال7 هيبقوا 6 على الإبرة اهو. يا رب يكون الشرح واضح. 5 احنا كنا عاملين دول 8 وبعدين 7، دول هيبقوا 6. هندخل بقى في الدايرة السحرية بالشكل ده كده اهوت. 1 2 3 احنا ما عملناش اللي هي الأخيرة، اتلخبطت فيها بس دي آخر واحدة اهو. 5 وهنا كده الدايرة هيبقوا 6، بعدين أخرج من 2 في 2 2 غرزتين كده 2 2 بس. أكمل بقى تاني دور كمان وبعدين أعمل المنزلقة اهو. دول 3 4 وهنا هتبقى ال5، بعد نخرج من 2 2 2 بالشكل ده كده. خلاص خلصنا. هنعمل بقى الدور المنزلقة الأخير اهو. هنعمل كام؟ 4. 1 2 3 اهوت. 4 في الدايرة بس كده. خلاص باخد بقى سلسلة كده اثبت بيها واقص الخيط كده. خلاص بقى شايفين شكلها بقى عامل معايا ازاي. بسحب بقى الخيط اللي هو بتاع الدايرة السحرية ده كده زي ما انتوا شايفين عشان اضيقها كده، وبجيب بقى الخيط ده على ورا واروح رابطاهم هما الاتنين عشان اثبت معايا، وبعدين اظبط الخيوط ديت بإبرة التنظيف عادي اهو. واربطها كده عشان تبقى مثبته زي ما انتوا شايفين. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طريقتها سهلة جدا وشكلها شيك قوي، وهتبقى شكلها شيك قوي في اللبس بقى للاطفال كده في شعرهم، حاجة شكلها شيك قوي. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنعمل بقى السلسلة اللي هي زي دي اللي احنا هنثبت عليها الفراشات. السلسلة دي كده هنشوف هنعملها مع بعض ازاي. السلسلة بقى علشان تبقى متماسكة معاكي هتعمليها على فتلتين زي ما انتوا شايفين كده، وهتعملي عقدة البداية وهتبداي تشتغلي بقى عدد من السلاسل. بس احسن حاجة ان انت تعمليها على فتلتين عشان خاطر تبقى متماسكة معاكي زي ما انا عاملاها كده اهو. فعلى فتلتين كده وهتبداي تعملي عدد من السلاسل على حسب بقى طول السلسلة اللي انت حباها. لو انت حباها كبيره مثلا هتعمليها ايه كبيره، حباها تعمليها مثلا صغيره، او شعر الطفله اللي انت هتعمليها لها صغير فهتعمليها ايه عدد صغير زي ما انتوا شايفين. بتعملي بقى عدد من السلاسل لحد ما توصلي للطول اللي انت حباها، وبعدين هتبداي تثبتي ال ال السلسله في الفراشه اهو. بعمل عدد سلاسل عادي خالص، وبعدين ابدا بقى اجيب الفراشه بتاعتي، بقص بقى الخيوط دي كده، وهبدا بقى بايه، ادخل بقى الايه السلسله دي في الفراشه من هنا كده. يعني بدخل هنا كده زي ما بعد ما بخلص السلسلة، انا بس بوريكم عشان تبقوا عارفين هتعمليها ازاي بس. وتصحي بقى ايه الخيط كده تخرجيه منها وتربطيها في الفراشة، وتبقي كده انت ثبتيها بالشكل ده كده عشان خاطر تلزقي فيها التوكة التانية. نسيت اقول لك ان انت محتاجه التوكه زي دي طبعا بتجيبها من عند مستلزمات الخيوط. اللي بيبقى عنده الخيوط دي بيبقى عنده برضو حاجات زي كده تقدر تشتريها منه وتعملي بيها التوكه الشيك دي زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى لزقتها بالشمع، لزقتها عادي هنا كده
على الفراشه من فوق، بتعمليها بقى في الشعر كده، وتبداي تعملي عليها بقى ايه الضفيره بتاعه الشعر زي ما انتم شايفين. والفراشات دي برضو انا لزقتها مش خيطتها، لو انت حابه تخيطيها ماشي مفيش مشكله خيطيها، بس انا حبيت ان انا ايه الزقها، هو اللزق متين برضو ما بتفكش. لو حابه تخيطيها تخيطيها. طبعا عدد السلاسل هنا على حسب ما انت حابه بقى تعمليها، حابه تخليها كبيره اصغر براحتك يعني. ده كده الشكل النهائي اهو، ده كده شكلها النهائي للفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكون طريقتها سهله، وتكون شكلها شيك كده، والطريقه بتاعتها سهله وواضحه. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بعملها. سلام عليكم.